فضيحة يمان نجار: حكم بالسجن 5 سنوات بسبب انتحال صفة شرطي وتفاقم الخلاف مع بسم ياخور. في تطور مفاجئ، تم إصدار حكم بالسجن 5 سنوات ضد صانع المحتوى يمان نجار بعد اتهامه بانتحال صفة شرطي في أحد مقاطع الفيديو، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الحادث الذي جلب انتقادات حادة من الجمهور تطور بشكل غير متوقع عندما تم ربطه بالخلافات الأخيرة بين يمان والممثل السوري الشهير بسم ياخور. هذه الأحداث تثير العديد من الأسئلة حول مستقبل يمان في عالم السوشيال ميديا، خاصة مع تصاعد الضغوط القانونية والإعلامية عليه. هل ستؤثر هذه القضية بشكل كبير على مسيرته؟ وكيف سيستجيب للجمهور بعد هذا الحكم المفاجئ؟ تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصيره، في وقت يترقب فيه الجميع تطورات جديدة في هذه القصة المثيرة.